السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة وأول فوز في تاريخ مصر في كأس العالم اتحقق. يعني هرمنا من أجل اللحظة دي بجد، هرمنا يعني. الواحد كان مستني أول فوز ده بفارغ الصبر، فحقيقي فعلا يعني. وإن هو بيتحقق في ماتش أنت فعلا كنت لازم تكسبه. لو ما كسبتش نيوزيلندا كنت بعد كده صعب تكسب أي فرقة تانية. كانت عشان تكسب في أي فرقة تانية كان هيتطلب منك مجهود أكبر وشغل أكبر، وكان هيبقى اللعيبة كانتش هتبقى مصدقة. فالحمد لله ان هو تحقق، والحمد لله ان احنا كسبنا فكينا العقده. شكرا لحسام حسن، شكرا للعيبه اللي كانوا لعبوا في ارض الملعب. فعلا قدموا كل اللي عليهم بعيدا عن الشوط الاول. انا مش بتكلم عن الشوط الاول، بتكلم على مجمل مباراه. او خلينا نتكلم عن مجمل مباراتين بلجيكا ونيوزيلندا. لا فعلا اللعيبه نازله مركزه، حسام حسن مطلع احسن ما في كل واحد من اللعيبه. فالواحد فعلا من اول امبارح الفجر وهو مبسوط فعلا. انا بقالي يوم ولا يوم ونص انا مبسوط. انا مش مصدق اللي احنا كسبنا، مش مصدق ان احنا خلاص مش هيبقى في عقدة تاني، مش هيبقى في ماتش انت داخله لعيبة في جواها ان احنا مش هنكسب. لا اللعيبة دلوقتي نازلة مأمنة، نازلة قادرة ان هي تكسب. فانا فعلا واظن اغلب الناس زي كده بتلكك عشان خاطر اشوف الشوط التاني بتاع نيوزيلندا ده، والاجوان اللي بتيجي والاحتفالات حاجه جميله قوي، حاجه جميله قوي بجد في كل شوارع في مصر، وحتى اللي كانت في كندا. بجد الاحتفالات فشيخه. وكمان ومحمد صلاح باللي هو ان هو بيحتفل مع اللعيبه، وحسام حسن بتشوفه بيرقص، وابراهيم حسن ماسك الصب للعيبه. فالحاله كلها دي حلوه قوي قوي. اتمنى ان هي تكمل معانا ان شاء الله لاطول نقطه باذن الله. فانت دخلت ماتش نيوزيلندا بعد تعادل بلجيكا وايران، وانت عرفت خلاص دلوقتي ان ماتش ايران ده مش هيبقى ماتش سهل، ماتش ايران ده هيبقى ماتش صعب عليك. انت نزلت ماتش نيوزيلندا، اللعيبه عارفه ان الماتش سهل، واللعيبه من جواها شايفه ان الماتش سهل. فاحنا الشوط الاول احنا بدأنا بنفس التشكيل بتاع بلجيكا، شوبير في حراسة المرمى، قدامه الرباعي فتوح وياسر وحمدي فتحي ومحمد هاني، وقدامه مروان ومهند، وقدامهم مصطفى زيكو صلاح ومرموش وامام عاشور. فاحنا كلنا قبل الماتش ما يبدأ عارفين ان هما اميز حاجة فيهم الكور الطوليه والكور العرضيه، سواء بقى كانت ركنيه او كوره عرضيه، ان هما احجامهم حاجات يعني قومعات. بالذات كريس وود ده مش طبيعي. فانا حتى في الريل اللي نزلته على التيك توك، او الشورت اللي نزلته هنا في اليوتيوب، انا قلت ان احنا لازم ن... او يعني يستحسن ان احنا لو هنلعب ننزل رامي ولا مع عبد المنعم ولا حسام. يبقى موجود ان على الاقل ده مدافع وعارف اساسيات الدور ده، وكمان في الكور العاليه بيفرق، ولما يبقى طويل وقوي فبيعرف يسد مع كريس وود، ده اللي شفناه لما رامي نزل. ففي الاول جت هجمه صدها اوفا. بعد كده الكورنر اللي جت منها الجون، وانا هتكلم على الكورنر في حاجه واحده. التمركز في الكورنر ده مش تمركز لعيبه محترفه. انا بصراحه مش ده اللي انا يعني مش حاسس ان دي لعيبه يعني. حاسس ان التمركز ده بتاع لعيبه مش مركزه. ان تلاقي فتوح ماسك كان مش فاكر مين ماسك، حمدي غالبا او ياسر، فتوح وياسر منطين على نفس الواحد. اللعيبه ماسكين بعض، مش مراقبين اللعيبه بتاعت نيوزيلندا. فجه اللاعب بتاع نيوزيلندا نط لوحده، فصعب على اوفا طبعا، مش هيقدر يتعامل معاه، دخلت في الجون. فمن بعد الجون بقى اللعيبه بتاعتنا زقت، واحنا كملنا زي ما كنا احنا بادئين. احنا بنحاول نمسك الكوره، بنحاول نغلط، بس اللعيبه مستعجله فبنغلط كتير. فانت بتلاقي اول شوطه شطها كانت في اظن في الدقيقه حاجه و20، مرموش شاطها جت شالها على الحارس، دي اول فرصه لينا في المباراه. بعد كده برضو اللعيبه عماله تحاول، عماله بس بسرعه، كل الحاجات دي بسرعه. انا الشوط الاول بصراحه هطلع باتنين لعيبه بس اللي من اللي كانوا موجودين، هم محمد صلاح وشوبير. شوبير كان عمال يشيل في الكور اللي بتيجي عليه والشوطات اللي كانت بتيجي عليه، وصلاح ان هو بيقف على الكوره، بيحاول يباصي، بيحاول يعمل حاجه. فالشوط الاول ما فيهوش حاجه اختلفت تماما، هو ده اللي حصل طوال الشوط الاول. فيها بعد كده جت ركنيه برضه ولا مش فاكر فاول، برضه التمركز بتاعنا فيها كان وحش. فحته الركنيات دي قدام ايران ان شاء الله لو اتاهلنا بركنيات دلوقتي بقت يعني الناس بتلعب بيها. عندك ارسنال في الدوري الانجليزي بقى يعني اغلب اهدافه وهو لقى نقطه ضعف فهو استغلها. فالركنيات دلوقتي دي بقت الناس بتشتغل عليها احسن مننا. فحس ان شاء الله الكابتن حسام الفتره الجايه يركز على تمركزات اللعيبه في الركنيات. فبس بعد دخلنا الشوط الثاني، والكلام اللي اتقال في المؤتمر الصحفي، والكلام اللي اتقال في من الصحفيين اللي مقربين للمنتخب والكلام ده،
ان حسام حسن قال لهم انا مش هتستعجل في التبديلات، بس قدامكم 5 دقايق، لو ما لقيتش الوحش فيكم اللي مش هيأدي في ارض الملعب كويس هطلعه. عجبني، واكيد في حصل حاجات اكبر من كده. انا كان نفسي ان انا اكون موجود في اوضه اللبس بين الشوطين اشوف حسام حسن هيعمل معاهم ايه. ان اكيد اداهم دش سخن يعني حاجه شبه اللي حصل في ماتش البرازيل بتاع 2009، التلاجة اللي اترمت ولا اللي اتكسرت. فانا حاسس ان في حاجه حصلت شبه دي. الموضوع بس ما وقفش على حته اللي هو لحد ما لعبش، انا لو حد ما قدمش اللي عليه نطلعه من ارض الملعب. فانا حتى قلت لوالدي، يعني قلت له انا ما انا اكيد في حاجه حصلت في اوضه اللبس يعني كبيره، عشان التغير اللي حصل في الشوط الثاني. فالشوط الثاني انت نازل مركز، اللعيبه نازله جعانه، اللعيبه نازله يعني كل واحد عايز يعمل، يعني لو هم الماتش بتاع بلجيكا كل واحد فيهم قدم ال 100%، فماتش نيوزيلندا تحديدا الشوط الثاني كل واحد بيقدم ال 200%، مفيش لاعب عمل شوط تاني وحش، كلهم بلا استثناء. او هبدا باول واحد هو اوفا. ان اوفا الكره اللي شالها بتاعت كريس وود هي دي اللي رجعتك للمباراه. الكره دي لو دخلت ويعني والكاميرا اللي ورا الجون وضحت ان الشمس كانت ضاربه قوي، مش عارف ده من الكاميرا ولا هو اوفا برضو كان شايف الشمس ضاربه في وشه كده. ففكره الخطوه اللي هو اخدها بسرعه لما لقى ان هو خلاص لو طلع لو على الكوره مش هيعرف يلحق كريس وود، فالخطوه اللي اخدها بسرعه، سرعه رجليه، يعني دي حاجه من اكبر ميزات اوفا معانا. فاخد الخطوه بسرعه لورا، قدر ان هو يطلع الكوره، هي دي الكوره نقطه التحول بتاعه المباراه. مفيش اي كوره تانية تقول عليها دي نقطه التحول. من بعدها بقى لعيبه نيوزيلندا ساعدتك في الرجوع لورا. التبديله بتاعت ان انت وديت مرموش وينج ليفت ودخلت زيكو في العمق، بان انت بقى ودخلت امام برضو ان هو خليته يروح الوينج اليمين، وان هو برضو يقدر يخش في نص الملعب. فانت قدرت تمسك الكوره وانت عارف جوده امام بالكوره. فكل الكلام ده ادت لشكل منتخب مصر من الدقيقه 55 لحد اخر المباراه. بتشوف بقى كل واحد بيلعب اللعب بتاعنا، الركنيات يعني انت جونين جبتهم براسك قدام نيوزيلندا. الجون الاولاني، وخلينا نبدا نتكلم عن الاهداف. الجون الاولاني عرضيه ممتازه من محمد هاني. ومحمد هاني من 2024 من ساعه لما تعين حسام حسن ووجود ابراهيم حسن يعني من الفيديوهات اللي انا شفتها ومن كلام الناس، طبعا واحد من احسن الباكات اليمين اللي في تاريخ مصر. فلما محمد هاني يبقى معاه باك يمين زي كابتن ابراهيم حسن يبقى شغال معاه، فرق مع محمد هاني. شوف العرضيه رايحه لراس زيكو قويه، يا دوب زيكو لمسها ومش ما واجههاش جامد بس لمسها، حطها في الاطار الجون، والحارس بتاع نيوزيلندا ده على الله سيدنا النبي يعني. فقدرت ان انت تجيب اول جون. بعد كده قدرت بقى خلاص اللعيبه داخلين عايزين يجيبوا التاني، جت فرصه لمرموش ضاعت. بعد كده كان في عرضيه من فتوح ولا شوطه فتوح اتصدت. بعد كده الوان تو بتاع صلاح وزيكو، والكره دي امام هو اللي خرج صلاح من الاول بالباصه اللي اداها لصلاح. آه، يعني عمل باص حلو قوي امام، ده لصلاح، صلاح 1 2، والتريحه بتاعت زيكو على عدل صلاح، وصلاح جوه ال 18 مش هيسمي عليك، رايحه لفه على الارض، كرة صعبة على الحارس، جون. وقدرت تبقى كسبان 2-1. انا فعلا في الجون التاني ده انا ما انا كنت عامل زي المجنون. انا فعلا من كتر الاحتفالات اللي انا عملتها والصريخ انا عامل زي المجنون فعلا وما كنتش مصدق. جه الجون التاني بعد كده بقى خلاص انت هيمنت على المباراة، نيوزيلندا ما عندهاش شيء تقدمه. ما شفتش اوفا. احنا قعدنا نحاول. مرموش دخل في دماغه اكتر حته ان هو عايز يجيب جون، فاللعيبه حتى حاولت تساعده، مش ماشيه مع مرموش. واتمنى يعني ان هو في ماتش ايران يقدر ان هو يجيب جون، عشان احنا محتاجين مرموش اكتر واكتر يعني. فبس بعد كده بقى الاسيست التاني لصلاح، عرضيه حلوه قوي لتريزيجيه، وتريزيجيه نزل لها كويس قوي، عرضيه ودخلت جون والهيد. بس بعيدا عن ان الحارس مش بس متمركز وحش، لا كمان تريزيجيه حطها حلوه قوي. وده اللي كنت بقول فيه، يعني قبل الجون بتاع زيكو كان كل الناس بتطالب ان يعني انت كنت محتاج تريزيجيه، عشان هم ما بيغطوش الناحيه العكسيه عندهم، ما بيع- سوء تغطيه في الكور العكسيه. فكنت محتاج واحد زي تريزيجيه ان هو بيعرف يقطع سواء براسه ولا حتى ان هو بيقطع عادي. فكنت محتاج واحد زي تريزيجيه، وزيكو كان عمل يعني قبل الجون والاسيست قبل ما هو حتى يخش العمق. فزيكو كان عامل ماتش مش حلو بالنسبه لي. فبس انا اولا انا عايز ابدا الكلام بحسام حسن. انا برضو اتكلمت مع ابويا اول ما فيتوريا مشي وجه الكلام ان احنا هنعين حسام حسن. انا قلتها بالنص ده ان تعيين حسام حسن، انا يعني انا مبسوط عشان تعيين حسام حسن عشان خاطر نخلص من كل ما يبقى في مدرب بيمشي ويتعين.
يقول لك عايزين حسام حسن، وحسام حسن هو اللي عامل. لا انا ما كنتش في الاول خالص واثق في كابتن حسام، لكن لما اتعين انا طبعا في ظهره، ان انا مش عاوز منتخبي يخسر يعني، عشان اقول انا صح واللي انا شايفه ده بجد. فتعيين حسام حسن انا ما كنتش شايفه صح من الاول، بس في الطريق لا، حسام حسن شدني من ناحيته مره ورا التانيه. وتأكدت من الحاجة اللي أنا كنت بنادي فيها في الأهلي طول الموسم، إن اللعيبة دي مش عايزة مدرب بتاع التكتيك ونتحرك إزاي ونلعب إزاي ونضغط إزاي. اللعيبة لا، اللعيبة دي مش متأسسة على الحاجات دي. اللعيبة عايزة مدرب شخصية، ومفيش شخصية في مصر أقوى من حسام حسن. مفيش شخصية في مصر أقوى من حسام وإبراهيم حسن على الخط. هم اللعيبه دي عايزه المدرب اللي يكربجهم، مش عايزه المدرب بقى بتاع التكتيك وانت تقطع لي في الهاف سبيسز والزون 14 وهنضغط من التلت الامامي ولا الكلام ده مش هيجي سكه مع اللعيبه دي. اللعيبه دي عايزه اللي واقف على الخط مكشر، اللي عارف اللي هو اللي مش هيلعب صح هيطلع، مش هيسمي على حد. فده اللي اثبت نجاح تعيين حسام حسن. وانا في ظهرك يا عميد، في ظهرك يا عميد من كاس الامم، وانا في ظهرك، وفي كاس العالم انت خلاص، انا مع العميد قلبا وقالبا. اتمنى ان احنا ننجح اكتر. اتمنى يا رب نلاعب خصم سهل في دور ال 32. اتمنى يا رب لو قدرنا نلعب في دور 32 ونكسب، نوصل لدور ال 16، وان شاء الله اتمنى ان احنا نكسب كاس العالم. يعني مش هقول لا، بس انا قلبا وقالبا مع حسام حسن بالحاله اللي هو عاملها، باختيار زيكو. وهو كاس العالم معمول عشان الحاجات اللي زي مصطفى زيكو. زيكو واحد كان يعني سبحان الله مصائب قوم عند قوم من فوائد، ان اصابه اسلام عيسى هي اللي رجعت زيكو تاني، اللي خلت حسام حسن يستدعي زيكو. وزيكو ما خيبش ظن، لعب 4 ماتشات مع 4 ماتشات مع المنتخب، 2 وديتين و2 رسمي، 3 اهداف واسيست. فهو مسك في الفرصه اللي حسام حسن اداها له، وقدم اوراق اعتماده. جدع يا زيكو. عمل قبل الجون والاسيست كان عامل ماتش وحش، لكن من بعد الجون والاسيست زيكو حاجه تانية خالص خالص. فزي ما قلت، هو كان حتى زيكو كان بيقول انا كنت خلاص مسافر طلع الساحل، لقيت كابتن حسام بيكلمني. والفيديو بتاع زيكو واحد من احلى الحاجات. هي كاس العالم فعلا معمول عشان القصص دي. الناس اللي بتبقى خلاص انت مش مستني منها حاجه، هي دي اللي بتيجي من اللعيبه اللي بتمسك في الفرصه بايديها واسنانها. وزيكو يستاهل. واتمنى ان احنا بقى اكتر الماتشات الجايه نستغل زيكو في العمق. ان انت مش الا بقى لو هتلاعب منتخب زي بلجيكا، فانت محتاج حد يدافع ناحيه اليمين مع محمد هاني، فكده تلعب زيكو وينج يمين. لكن غير كده تخلي زيكو في كمهاجم، هو هيعرف يلينك مع اسمه ايه ده، مع مرموش وصلاح. وهو عملها في زد كتير، وفي بيراميدز بيلعب في اغلب الاوقات في الدور ده. فعاش يا زيكو. نفس الكلام امام عاشور. امام عاشور عامل بطوله ولا اروع. وامام عاشور في القلب، يعني انت محتاجين نستغل امام اكتر في القلب، ان وهو في قلب الملعب بيبقى احسن بكتير من الوينج. ان هو مش كل ماتشات هتبقى زي ماتش بلجيكا اللعيب بتاعها زي ما برضه زايد، فامام هيقدر يلعب في ظهره. لا، هو محتاج يخش القلب، وامام في القلب احنا كلنا عارفينه. فعاش يا امام. ويعني كان نفسي ان احنا نجدد لامام قبل كاس العالم، بس ان شاء الله يعني ربنا يكرم لما نيجي نتكلم في حته الاهلي بعدين. وانا طبعا ثنائيه مروان ومهند دي حاجه جامده قوي وهم عملوها. اللعيب اللي عايز اتكلم عليه برضو رامي ربيعه. برضو سبحان مصائب قوم عند قوم من فوائد اصابه حمدي فتحي، ففادت المنتخب وفادت رامي ربيعه. ان انت لما نزلت رامي، ففي واحد قدر ان هو يتعامل مع كريس وود. رامي عنده الخطوه الاستباقيه، ان هو بيسبق المهاجم اللي قدامه، وقوي فسد شويه مع كريس وود، ففادنا. فعاش يا رامي. ياسر ما كانش احسن حاجه، كان تعب. فتوح عمل ماتش كويس برضو، بس فتوح لسه عنده احسن من كده. اتمنى ان شاء الله في الماتشات الجايه يورينا اكتر واكتر من اللي عنده. عايز اتكلم بقى على واحد من نجوم البطوله، لو وهبقى ارتبهم في الاخر اهم 4 نجوم في البطوله. محمد هاني. محمد هاني زي ما اتكلمت عنه، وان هو استفاد من حته وجود كابتن ابراهيم حسن معاه. فمحمد هاني عمل بطوله كويسه لحد سواء دفاعيا سواء هجوميا، والعرضيه اللي عملها، وان هو بيحاول في شوطه شاطها برده، لكن ما راحتش في الجون كويس. لا، فمحمد هاني عامل بطوله محترمه محترمه. يعني يا رب هاني يكمل كده، يعني اتمنى هاني يكمل كده بالمستوى اللي هو بيقدمه. فعاش يا محمد هاني، يا رب تكملوا كده كلكم. اوفا انا يعني الانترفيو اللي هو طلع عمله وقال اللي انا في سنين قريبه هوريكم ان ابن الوز عوام، وهعرف الناس مين هو مصطفى شوبير. عاش يا ابني. عندنا حارس مرمى، عندنا حارس مرمى موجود. هتشوط عليه من بره هتلاقيه موجود في ال6 ياردة. عايز ردة فعل بسرعه هتلاقي شغال، مش هيقول لك لا باللعب بالرجلين. يعني ده واحد من احسن لعيبه المنتخب باللعب بالرجلين.
فأوفا عامل بطولة جامدة جدا يعني عاش قوي يا أوفا وإن أنت بتتألق، فده بيضايقني أكتر إن أنت هيجيلك عروض وأنت بقالك سنة معانا. فيعني يعني برضو حتة الأهلي دي هنجيلها بعدين. بس فعلا أوفا عامل بطولة محترمة، واحد من أحسن حراس البطولة، يعني ده في رأيي واحد من أحسن حراس البطولة عامة. فعاش يا اوفا، الله اكبر عليك يا ابني، يا رب ان شاء الله تكمل وتكلل مجهودك ده بان انت تعمل كلين شيت في ماتش ايران باذن الله، او ربنا يكافئك بكلين شيت في الماتشات الجايه على حسب احنا هنوصل لانهي نقطه. فان شاء الله اوفا ربنا هيكرمه بكلين شيت. حته الكريزه والتقدير اللي بياخده الراجل ده اللي ورايا، اللي هو بيستحقه دلوقتي، محمد صلاح في احسن تمركز ليه السنه دي وباحسن شكل ليه مع المنتخب، حاجه مشابهه لفكره ميسي مع الارجنتين. وانا الصاب نيل هحط الصوره بتاعت المنتخب وهم بعد في الاحتفال بتاعت صلاح، هي دي الاورا بتاعت كاس العالم، ان انت في نجم عندك كله ملتف حواليه. شوفوا محمد صلاح مع حسام عبد المجيد، لما حسام عبد المجيد كان مصر ان هو ينزل، فصلاح راح اتكلم معاه وسمع كلامه. دوره القيادي في دوره في ارض الملعب، في ان هو الشوط الاول كان بيضغط وكان بيجري وكان بيحاول، الشوط الثاني برضه كمل ما تعبش لحد ما طلع. اول ما حمزه نزل اتكلم معاه صلاح، فصلاح صلاح مستريح، وطول ما صلاح مستريح طول ما انت هتلاقي نتيجه، وبيحط عصاره خبرته في ارض الملعب. فعاش يا صلاح. انا مبسوط بالتقدير اللي صلاح بياخده دلوقتي من الناس كلها، بالمستوى اللي هو بيقدمه. انا يعني يا رب ان شاء الله صلاح لسه هيجيب اكتر واكتر، سواء اجوان ولا سواء اسيستات. لو مرموش اشتغل فدي هتفيد صلاح اكتر. لو حمزه اخد ثقه حسام حسن وهو حمزه الواد عنده قوي في ان هو لما نزل اخد كورتين عاليتين، بيقول الواد ده عنده ولسه كده كده هيستفاد مع برشلونه بحته ان هو لعب بالرجلين وهيبقى هيستفيد اكتر من رجليه. فلسه حمزه جاي بقى مع المنتخب بالفتره الجايه يعني، عشان خاطر بس الناس اللي مش عاجبها حمزه، لا استنوا حسام حمزه هيسكت ناس كتير اكتر واكتر الفتره الجايه. فعاش يا صلاح. انا زي ما قلت انا بحب صلاح ومبسوط بالتقدير اللي بياخده الراجل ده والله. ان احنا شعب كان بيجي على صلاح اوقات كتيره، لكن دلوقتي صلاح بياخد التقدير من شعبه. قبل صلاح كان بياخد تقدير بره في اي حته اكتر من بياخده في مصر. في ناس في مصر كتيره بتديله التقدير، لكن دلوقتي بياخد التقدير اللي هو يستحقه، وده اللي صلاح هو يستاهله الفتره دي. فان شاء الله الفتره الجايه صلاح هيكمل بالمستوى ده، وانا مبسوط. انا مبسوط وشكرا يا عميد، شكرا يا عميد ان انت خليتنا نحلم وحققت لنا اول مكسب وخليتنا نفرح ان احنا شعب غلبان بنفرح. وان شاء الله هتفرحنا اكتر واكتر، واللعيبه دي هتفرحنا اكتر واكتر، عشان زي ما ابو تريكه قال انت واحد مننا. فانت واحد مننا. وانا مش هقول حاجه بعد كلام عم الناس. والاهلي يعني ان هو رجع وائل جمعه التاني لان هو يشتغل الاهلي، ويخلى ابو تريكه يرجع يتكلم عن منتخب مصر، دي واحده من احلى الحاجات في البطوله. ابو تريكه وهو بيتكلم عن المنتخب، وهو بيتكلم عن حسام، بيتكلم عن اللعيبه، الواحد بيبقى قاعد مبسوط وبيسمع لتريكه. فدي انا حاجه عجباني قوي. وتريكه قال ان هو واحد مننا، وهو حسام قال انا اللي كان هاممني بين الشوطين ان انا الناس. فان شاء الله يا كابتن حسام هتكمل عشان خاطر ناس اكلت معاها عيش وملح، مش كانت بتتريق عليك ومستنيين فشلك قبل ما هم يبقوا اول ناس بتدعمك. فان شاء الله الفتره الجايه يعني هتسكتهم اكتر واكتر وتفرح الشعب المصري اكتر واكتر. فانا مبسوط، واظن ان اي واحد بيتفرج على الفيديو ده واي واحد في مصر في اي حته في العالم مصري بيحب اللوجو ده، فهو مبسوط عنده فرحه اللهبل اللي عندي. فيعني انا مبسوط قوي، كاني مبسوط بان انا واخد كاس العالم. وان شاء الله هنتبسط اكتر واكتر الفتره الجايه. فالحمد لله ان شاء الله تكلل المجهود بان احنا هنتصدر. ولو طلعنا اول هيبقى عندنا ثلاث احتمالات: يا اما هنلاعب الثالث بتاع المجموعه الاولى اللي هو يا تشيك يا جنوب افريقيا، يا اما هنلاعب الثالث بتاعت مجموعه امريكا اللي هو فيها احتمال يا اما تبقى الباراجواي، دي بنسبه كبيره لو الباراجواي قدرت ان هي تكسب. وفي احتمال كمان ان اما هنلاعب المجموعه بتاعت فرنسا والنرويج الثالث اللي هيطلع منها، اللي هو بنسبه كبيره هيبقى لا قدر الله السنغال يعني. فان شاء الله التشيك تكسب الماتش الجاي وتضمن ثالث ونلعبها باذن الله. وربنا يدينا الطريق السهل باذن الله. وحتى لو ان شاء الله يعني لو لا قدر الله اخذنا الطريق الصعب، ان شاء الله اللعيبه دي هتقدر ان هي تمشي لابعد نقطه في البطوله. مبروك لكل واحد مصري، وبحبك يا مصر يا بلد النصر. وان شاء الله ان شاء الله هنفرح اكتر واكتر في الادوار اللي جايه. ده اللي كان عندي. اسف على الاطاله، واتبسط لحد الماتش الجمعه الصبح، يوم السبت الصبح الساعه 6 ان شاء الله ماتش ايران هنتبسط اكتر واكتر. بس احنا هنكمل بانبساط، وان شاء الله تتختم بتصدر المجموعه. فشكرا على الاستماع، وكان معاكم احمد هاني، واشوفكم في حلقه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.